الحكومه واعيين كاين مشكل، والدليل هو واحد المجموعه تاع المراسيم وديال سميتو وديال القوانين اللي دازوا. وسيدنا الله ينصو كان دائما كينادي القطاعات الاجتماعيه بما فيها التعليم والصحه. دابا جالسه كنقول كيف درنا باش نقنعوكم نتوما كالجيل الجديد بالحزب والمشروع، وفين فشلنا باش ما نقنعوش هاد الشباب الاخرين اللي غاضبين كافرين على المؤسسات، كافرين على الانتخابات، كافرين. وتنتسائل تنقول نتوما كمنظمه حقيقه اول سؤال خصكم توضعوا في الطاوله هو واش ما وصلناش على فان دان سيستيم؟ اسكو ني با دون ان اسوفلمون دو ديموكراسي؟ جا النموذج التنموي الجديد المطلوب من طرف صاحب الجلاله، ولكن واش وصلنا حدنا؟ يقدر هذا الشيء راه جديد علينا. النيميريك شكون اللي خصو يقرر؟ حنا عندنا دستور، وهذا الدستور هو اللي تيبني ما بيننا، وعندنا القانون اللي هو التعاقد الاجتماعي ما بيننا. هذا القانون اللي تنصادقوا عليه راه هو اللي يمكنني انا باش نكون حره في بلادي وانت تكون حر في بلادك. واش ما وصلناش لهذه المساله ديال اليوم؟ يمكن خصنا نخمموا بطريقه مختلفه كليا، ولكن ما حد ما لقيناش الجواب لهذا السؤال الكبير، سؤال فيلوزوفيك كازي ميتافيزيك. احنا امامنا واقع اللي هو الديمقراطيه، وكان خيار المغاربه وماشي خيار سهله. راه ماتوا عليه الناس، راه تعتقلوا عليه عباد الله، راه غبروا فيه الناس، راه اسر تهددات وكلت العصا باش حنا نسجلوا في اللوائح الانتخابيه ونصوتوا. الوغ كاين جوج طرق نقولوا رافضين الاحزاب السياسيه كليا، ما بغيناهمش، ما عندنا مشكل. اعطيني البديل. شنو هو البديل؟ الا ما كانت احزاب سياسيه ما كاين انتخابات، الا ما كاينش انتخابات ما كاين حكومه. ايوا انا ما عندي مشكل، ولكن خرجوا لنا هذا النموذج الجديد. كانوا احزاب سياسيه، عندي انكور خيارين، كل شيء مسخ، ولا نقول يا ودي راه وداكشي تنقولوا على راسنا حنا حزب سياسي راه بحال الاسره. لا الاسره براسها راه فيها الزين والخيب والمفسد والنزيه واللي بليد ما بغاش ينجح في الامتحانات واللي نجح بلا قياس 4 الدكتورات. هادشي اللي كاين في الحزب السياسي. ولكن الا بغينا نقويو هذه الاحزاب، حنا نهار دخلنا للحزب السياسي راه كنا يمكن كافرين على السياسه كثار من هادشي اللي تنشوف اليوم، وكثار كنا انعداميين. يعني كيماش هاد البلاد وهذا الشيء وهذا الا ما كانش باك صاحبي ترى. وقلنا بلاتي اما نبقاو خارج اللعبه وننتقدوا، اما ندخلوا اللعبه ونغيروا. واش نجحنا؟ ما نجحناش 100%. وتنقولها ونعاود نقولها، الدليل هو باقي شبابنا تيغوت، ولكن كما كان الحال دخلنا وحاولنا نغيروا المسار. مجموعه ديال الشباب انا تنعرفهم حملناهم المسؤوليه وعطاونا نتائج رائعه كمنتخبين كرؤساء الجماعات. وكاين واحد اللوبي اليوم لمصالح شخصيه، نقولوا اللي كاين بغاو يوسخوا اللي عنده المصداقيه في هذه البلاد باش ما يخليو باقي حتى شي امال. انا شفت حملات عليا تنقول واش هذا الشيء منين خارج من المريخ، ما عنده حتى علاقه بالواقع. وتنتحدى شي واحد يجي، تنتحدى شي واحد يجي. ها ما الحمد لله كاين المراقبه، كاين المفتشيات الداخليه، كاين لا كور دي كونت، كاين يجيو. ها هي انا الطوره ديالي ولا الثروه ديالي ها هي كاينه موجوده. يفتحوا الا لقاو شي حاجه يديوني امام المحاكم. ولو نهار واحد استغليت منصبي، والناس بحالي كاينين في هذه البلاد وكاينين داخل هذا الحزب وكاينين في احزاب اخرى. ما نخليوش الناس يجيو يسخوا لنا عقلنا ويشككونا في بعضياتنا. حنا قوتنا هو التضامن ديالنا كمغاربه، قوتنا هي اليد في اليد، قوتنا هو داكشي اللي دوزنا في الحوز، قوتنا هي ديك الطريقه باش تعاملنا مع الضحايا ديال الزلزال. هذوك هما اتخ ماروكان، هو نهضروا مع بعضياتنا، هو نصنتوا لبعضياتنا، هو نعترفوا بان كاين مشاكل، ولكن جميع نحلوها، ماشي نوليو اعداء ما بيناتنا. علاش قنعناكم انتم وما قنعناهمش هما؟ هذا هو السؤال اللي تنطرح عليكم، وهذا هو السؤال اللي خصكم تجاوبوا عليه انتم. وتنعاود ناكد لكم، انتم شباب، انتم كفاءات، انتم ابناء هذا الوطن، انتم
انا مقتنعه. ما تحبكم درنا هذا الاجتماع لان خفنا حنا ما نخافوا من ولادنا، هادو راه مغاربه بحالنا بحالهم، خرجوا تيحتجوا. مع الاسف حنا ما بغيناهمش يخلقوا القانون، بغيناهم يحتجوا في واحد الاطار منظم باش الا بغينا نتحاوروا معاهم، ولكن ما غاديش يخلعونا. واللي قال الاخ صلوح راه تيكونوا الاحتجاجات، والحجاجات نوع من الحيويه. هذا تيبين بان راه وصلنا لواحد المستوى النضج الديمقراطي. واحد الوقيته في بلادنا كلمات السياسه ما تقدر تقولها. حنا والدينا والد حنا فاش كنا صغار كلمات السياسه تتخلع، تقول السياسه وتتقلب. الحمد لله بلادنا كتبين اليوم بان كاينه واحد الحريه. واش حلينا المشاكل كاملات المغرب؟ لا. واش واحد النهار غنحلوا مشاكل كاملات المغرب؟ لا. كاين حتى شي دوله حلات مشاكلها، وقد ما التنميه تتكون وقد ما الطموح تيكون. وحنا مستعدين ننتقل، وحنا مستعدين غدا المغاربه ما يصوتوش علينا ويحاسبونا. مستعدين، ما عندنا مشكل. بقينا في الحكومه ما بقيناش حنا حزب بعدا اولا تمرنا على المعارضه، ياك سي فغي دوزنا حياه هذا الحزب كلها راه دوزناها معارضه. ما عندنا مشكل، ولكن بغينا المغاربه يعبروا داخل المؤسسات. وهاد الشباب كنناقش قبيله مع الاخ مهدي، قلت ليه اللي جميل هادشي تنشوف انا في لي ريزو، كلهم تيقولوا تنتشبتوا بالوطن، كلهم تيقولوا تنتشبتوا بالملكيه، وتيقولوا التعليم والصحه. فين يمكن لينا نختلفوا معاهم؟ ما يمكن ليناش نختلفوا معاهم، ما يمكن ليناش نختلفوا معاهم. حنا ابناء هذا الوطن بحالنا بحالهم، حنا ابناء هذا الوطن. وحنا انا ربيت وليداتي في هذه البلاد وكبرتهم في هذه البلاد وتيقراو في هذه البلاد، وطموحي هما غدا يبقاو في هذه البلاد، وطموحي ماشي ليا انا فقط، لجميع المغاربه. الله يجازيكم بخير. سالوا انتوما خصكم vous devez vous ouvrir aussi à l'international. شوفوا الشبيبات في العالم، نفس الموضوع تيتطرح اليوم. فاش تتشوف واحد المجموعه الدول كاين احتجاجات، الاحزاب السياسيه ما بقاتش تلفات، واش ما لقاتش حلول، واش ما قداتش، واش باقي. كاين دول اللي الاحزاب السياسيه تعمقات ولكن خلقت انشقاقات داخل المجتمع. اليوم العالم تعيش واحد التحولات اللي تيفرضوا علينا حنا نتسائلوا. ماشي حنا دينا الواجب، جبناكم نتوما وواكبناكم نتوما. وبغيت نقول لكم تنتمنى لكم التوفيق. واليوم انا غادي نمشي ونعس مرتاحه، حيت عرفت ان شبيبه حقيقيه اللي هزه الحمل كيف حنا هزينا الحمل تاع هذا الحزب. نكذب عليكم ونقول لكم غادي نشوفكم عده مرات، وداك الشيء تيصعب. نهار تحتاجونا راه غتلقاونا، نهار تبغيو تلاقاو بينا حنا مستعدين. واش شي واحد غد يمكن لكم تغلطوا ومزيان تغلطوا كيف حنا غلطنا، مزيان تغلطوا، ولكن صحوا الخطا ما بينكم. وسيد الرئيس سيد الرئيسه الله يكون في عوانكم بهذا المكتب، بالي حتى واحد ما ساهل ياك تا واحد ما ساهل. وهذا تيبين بان راه غادي تكونوا قيمه مضافه ان شاء الله، وتنتمناو لكم التوفيق. وبقاو على الصوره ديالنا حنا. ها هو الرئيس غادي يدوز 4 سنين ديالو، ديروا ليه انقلاب جيبوا رئيس اخر. وشكرا مره اخرى، وتنتمنى لكم التوفيق. وهانتم اجتمعوا ولقاو حلول وقوموا بدوركم.